هكلمكم النهارده وفي الفيديوهات الجايه عن تجميل الاسنان وايه الطرق المختلفه لتجميل الاسنان. بداية كده هنتكلم عن حاجة يمكن مش مشهورة ومش موجودة عند ناس كتيرة، بس يمكن بتلاحظها مع بعض الناس اللي انت بتتعامل معاهم، والشكوى ان الشخص بيقول ان انا عندي سن واحد بس لونه مختلف عن باقي الاسنان، ولونه تدريجيا بيزيد للون الغامق او الرمادي الغامق. يا ترى هو بيحصل معاه كده ليه؟ بيحصل كده لسبب من اتنين. السبب الاول والاهم ان هو الشخص ده بيكون اتعرض لصدمة او خبطة في احد الاسنان الامامية، وبدأ يحس بألم متوسط الى خفيف لمدة يوم او يومين، وبعد كده الألم ده اختفى. بس اللي بدأ يلاحظوا ان بعدها بفتره ان لون السن ده بدأ يميل للون الغامق لغايه اما وصل لدرجه اللون الرمادي الغامق ده. يا ترى هو حصل معاه كده ليه؟ حصل ان هو لما اتخبط الخبطه دي اتقطعت التغذيه العصبيه والدمويه للسن ده، وبالتالي انسجه العصب ماتت وحصل لها تعفن، وبالتالي بدأ يحصل تصبغ شديد في السن من جوه. وعشان نحل المشكله دي محتاج ان هو يزور طبيب الاسنان. الاول بنعمل اشعه عشان نطمن على السن وعلى الجدران وعلى الانسجه المحيطه بيه، وبعد كده بنعمل فتحه صغيره في السن من جوه عشان نحافظ على شكل السن وقوامه، وبنعمل منها تنظيف للعصب وحشو للعصب. وبعد ما نعمل حشو العصب بالصوره الجيده بنبدا نحط ماده تدوب الصبغات دي، وهي ماده مبيضه عشان نرجع السن للونه الطبيعي. وبعد كده بنحط فوق الماده دي حشوه مؤقته ونصبر لمده اسبوع، وبعد كده نقيم وضع السن لو رجع للونه الطبيعي او ان احنا محتاجين نكرر نفس خطوه الماده المبيضه الداخليه دي. وبعد كده بنشيل الحشوه المؤقته ونحط حشوه نهائيه، وبكده نكون حافظنا على السن ورجعناه للونه وشكله الطبيعي. تاني سبب ممكن يتسبب في المشكله دي ان هو يكون عنده تسوس عميق في احد الاسنان الاماميه، وبعد كده اشتكى من الم شديد فزار طبيب الاسنان وعمل له حشو عصب، لكن لاحظ بعد فتره من حشو العصب ان لون السن بدا يتغير. يا ترى هو حصل معاه كده ليه؟ حصل بسبب في الغالب ان حشو العصب اللي اتعمل ما كانش بالصوره المثاليه، وعشان نحل المشكله دي مضطرين ان احنا نعمل اعاده معالجه عصب بالصوره المثاليه. وبعد كده بنقيم وضع السن، لو السن ما فيهوش حشوه كبيره وقوامه جيد ممكن نعمل نفس الخطوه اللي احنا اتكلمنا عنها، وهي وضع ماده مبيضه داخليه. اما لو السن متهالك وضعيف بنضطر ان احنا نغطيه بتلبيسه او طربوش. وزي ما احنا متفقين قبل كده ان في الاسنان الاماميه لازم تكون من ماده زي الزيركون او الاول سيراميك، لان هي بتكون احسن ماده مقاربه للون الاسنان المجاوره.